خد التحام في الجانب الايمن. ادي كرة عرضية خطيرة جدا جدا، ولكن لسه الراسية، وادي هدف. ادي هدف اول من خلال الكرات العالية عن طريق فريد المطري، اللي قلت لحضراتكم اتولد في سويسرا، ولكن النهارده بيفتتح التسجيل ويدي السعادة والاطمئنان لعناصر الترجي التونسي والعناصر اللي دفع بيها فوزي البنزرتي قلب الدفاع. فريد المطري اللاعب اللي انتقل من لوزان الفرنسي الى الترجي التونسي. ادي الركنيه وادي الحوارات الفضائيه المميزه جدا جدا للكره في شمال افريقيا والترجي التونسي تحديدا، واحد من الفرق المميزه على طول المره دي قبل ابعاد من مروان الحديري بلمسه راسيه بيضع الهدف الاول مشاهدينا للترجي. 1-0 لمصلحة الترجي التونسي. هدف في الدقيقة 45 على طول بيعمل الكفرنج بشكل جيد وبيعمل التغطية الدفاعية بشكل جيد. ادي كرة مرة تانية وبيلعب فلات دفاع الترجي التونسي، بيلعبوا على مصيدة التسلل، وادي عرضية حلوة وادي فرصة جول 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 وهدف. هدف عن طريق عبد الرحمن اليامي اللي بيقدمنا لقطة وراسة جريزمان، بيحط هدف التعادل في الدقيقة 49 علشان ردة الفعل مشاهدينا من جانب الزعيم والموج الأزرق بيظهر في ملعب الجيش المصري عن طريق الهداف عبد الرحمن اليامي. ادي التقدم وادي عرضية نايف كريري، ادي الكورة عدت من على القائم الاول عبد الكريم القحطاني علشان تجد عبد الرحمن اليامي يحطها على طول بباطن القدم اليسرى علشان يدرك التعادل مشاهدينا لفريق الهلال السعودي، وتصبح النتيجة في الدقيقة 49 هدف لكل فريق. 1-1 وادي عبد الرحمن اليامي عن طريقة جريزمان نجم هنا صاروخ الشرق محمد صلاح اللي انتقل زي ما حضراتكم طبعا متابعين وعارفين من ايس روما الى الليدز ليفربول، وايضا بمشاركة الفريق البافاري الكبير بايرن ميونخ. ادي ركنية مرة تانية لمصلحة الترجي وهدف هدف تاني وكلمة السر الركنية، كلمة السر ركنيات الترجي. وادي الفرحة والسعادة وهيثم الجويني بيضع الهدف الثاني لفريق الترجي التونسي مشاهدينا في الدقيقة 58. ولكن الكرات الثابتة واستغلال الكرات الثابتة، ادي اللقطة اصطادها هيثم الجويني وغمزها غمزة ذكية جدا جدا، خدها بالقدم اليمنى وغمزها على طول على يمين مروان الحديري علشان يزيد ويعود من جديد الأكابر، والترجي التونسي يعود من جديد ويتقدم مشاهدينا بهدف ثاني عن طريق هيثم الجويني. 2 كرة لمصلحة الهلال والمتقدم اللاعب فهد الرشيدي. هيعمل ايه فهد؟ هل يعدي؟ عايز يعدي ويلعب عرضية. ادي كرة حلوة جول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني على الكلام، يا عيني على الكلام، ويا عيني على الفكرة، يا عيني على الفكرة الذكية والمرور والتسديدة القوية. تغالب الحارس علي الجمل علشان فهد الرشيدي بيضع تاني الاهداف بعد دقيقتين. بعد دقيقتين بيعود فريق الهلال السعودي. ولكن بص شوف فهد بيعمل ايه. تقدم وكان عنده الثقة ان هو يعدي وعدى وسدد في الزاوية الضيقة تغالط علي الجمل علشان يعود شباب الهلال السعودي مشاهدينا ويعيد اللقاء من جديد الى نقطة التعادل الايجابي. 2 الهلال السعودي 2 الترجي التونسي، وارتفعت غلة الاهداف مشاهدينا الى 41 هدف. مرة تانية الربيع ماهر تمريرات ومحاولات
ادم عمل تمريره حلوه، ودي تسديده فرصه ومش ممكن جول. جول جول جول. هدف ثالث، هدف ثالث لغيلان الشعلالي. ولكن الموال حلو، الجمله حلوه والفكره حلوه، والمره دي قربوا البعض بشكل جيد. وشغل فوزي البنزرتي بان في اللقطه اللي فاتت ديت بعد تمريرات واقتحام لعمق منطقة ال18. ادي التسديدة ارتدت بالياردو من القائم الايسر علشان تجد غيلان الشعلالي اللي ملقاش صعوبة ابدا ابدا ان هو يضيف الهدف الثالث. ولكن الجملة حلوة والاختراق بشكل مميز جدا جدا من لاعبي الترجي التونسي، والتكملة موجودة والفولو موجود من غيلان الشعلالي اللي بيضيف